رحتوا فين في العيد ولا عملتوا ايه اصلا؟ انا شخصيا قضيت العيد كله نايمة في السرير وباكل، مش بعمل حاجة تانية اكتر من كده. بس اتهورت وقلت لازم اخرجهم قبل ما يرجعوا المدرسة، ودي كانت فكرة فاشلة جدا لان حرفيا مصر كلها في الشارع. قلنا نبدأ الخروجة بالاكل، ما هو لازم نسخن كده الاول، ودي كانت تاني حاجة فاشلة نعملها لاننا فضلنا واقفين اصلا ساعة بندور على مكان نقدر نقعد فيه. ده غير اننا استنينا اكتر من ساعة ونص علشان اوردر الاكل ينزل لنا. ورجاء يا ريت نراجع نفسنا في موضوع الريفيوز للمطاعم، لاني رحت المكان ده بناء على كمية ريفيوز كبيرة جدا بتقول قد ايه هو حلو، والاكل يا جماعة كان بشع. ويا رب اكون مش بظلمه ويكون في العادي كويس بس علشان زحمة العيد. بس انا مقتنعة ان المكان الكويس هيفضل برضو كويس حتى لو فيه زحمة. خلصنا اكل ورحنا اكستريم لاند، وده من احلى واكتر الاماكن اللي الولاد بيحبوها وبيتبسطوا جدا فيها. هما اصلا عارفين طريقهم وسابقنا، وللمرة التانية زحمة 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 مش طبيعية. هقول لكم عملنا ايه بالظبط في بارت 2. باي باي.